السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صابلي كيجي رائع، كيجي مقرمش. صابلي ديال النوغا كيجي صراحه خطير. انا فايته جربت معكم بشكل اخر، مي هذا الشكل هذا صراحه غني عن التعريف. قلت علاش لا اللي ما نشاركوش معكم. غادي نحتاجوا فيه 250 غرام ديال الزبده، جوج بيضات، كاس كبير ديال السكر، واحد 3 المعالق ديال الزيت، واحد 2 ساشيات ديال فاني. صافي غادي نبدا نخلط المكونات ديالي. كناخذوا الزبده تكون كنخرجوها من قبل مع هذه الحراره، راه اكيد غادي تكون الزبده صراحه غتجينا سهله في هذا في التخلاط. غادي نزيدوا داك 2 ساشيات ديال الفاني وكنخدموا مزيان مزيان الزبده ديالنا حتى كتولي على شكل بوماد. غادي نزيدوا 3 المعالق ديال الزيت ونكملوا التحراك ديالنا. من بعد غادي نزيدوا هذوك 2 بيضات ونزيدوا واحد القبيصه ديال الملح، راني نسيت ما قلتهاش لكم. غادي نخدموا كلشي مزيان مزيان. من بعد غادي نبداو نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق انا راني درت عيني ميزاني، هنايا راه ليا كيلو ديال الدقيق. هذيك الزليفه عندي كنعبر بها كيلو ديال الدقيق. صافي كندخل ديك الكميه ديال الدقيق في الصابلي. كما كتشوفوا معايا كنجمع الصابلي ديالي، ما كندلكوش كما معروف ان الصابلي ما كيتدلكش. كنجمعوه مزيان مزيان، كنخليوه في الثلاجه كيرتاح واحد الساعه حتى لساعتين، ماشي مشكل لان ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. المهم كنجمع الصابلي ديالي، خليته تيرتاح، مشيت كنجمع الروينه ديالي وعاد رجعت باش غادي نطلقو. صافي هنايا كما قلت لكم راني كنت دخلته الثلاجه بدا كيرتاح لي. من بعد ملي كنخرجو غادي نبدا نطلق الصابلي ديالي. بالنسبه لهذا الطريقه راه معروفه ديال الصابلي، كنديروا 2 ديال لي بلاستيك باش كيسهل علينا وما كيتهرس ليناش الصابلي ديالنا ملي كنكونوا كنطلقوه. صافي غادي ندوز باش غادي نبدا نقطعوه. بالنسبه للقطاعه خديت هذه ديال اللي على شكل شميشه. غادي نبدا نقطع الصابلي ديالي وغادي نستفو في اللاطه ونرجع معكم. ملي كنستفو في اللاطه كنفرشوها بورق الزبده. من بعد غادي ناخذ واحد القطعه على هذا الشكل هذا باش كنحيدو كنزولو دوك الدوائر اللي عندنا لداخل اللي هما غادي نعملوا فيهم النوغا. صافي ملي كنزول كلشي انا هنا فقط شاركت معكم هاد الكميه القليله لان ديجا بديت كنطيب. صافي هنايا ملي كنزول داك الوسط ديالهم كما قلت لكم، وغادي ندوزو باش غادي نوجدوا النوغا ديالنا. بالنسبه للنوغا واحد المقيله كنشعلوا عليها نار مهيله، وانا غادي نعمل غير واحد الكميه قليله ديال النوغا اللي فقط اللي غادي نحتاجها للصابلي. على حساب الكميه اللي عندي خديت هنايا فقط 50 غرام ديال الزبده، زدت عليها واحد نص كاس ديال السكر فوق نار مهيله كنخليهم حتى كيبداو يذوبوا. غادي نزيد واحد المعلقه مع مرش ديال الجلوكوز. صافي وكنخليو المكونات ديالنا حتى كيبداو صافي تيذوبوا مزيان مزيان مع التحراك بطبيعه الحال. ما تجهدوش عليه العافيه باش ما تحرق لكمش النوغا ديالكم وتجيكم وتقصح لكم من بعد. صافي من بعد غادي نزيد هنا واحد ساشي ديال الفاني على ودية المذاق. ملي كيبدا يعمل لي بحال هكا فقاعات كما كتشوفوا معايا، بطبيعه الحال نخليو الزبده تذوب مزيان. من بعد غادي نزيد هنايا بالنسبه انايا غادي ندير واحد شويه ديال الزنجلان الابيض اللي هو متوفر عندي، واحد شويه ديال اللوز ايفيلي حتى هو كنبقى لي. ممكن تعملوا اي حاجه بالنسبه للنوغا ديالكم، تعملوا حتى اللوز كتهرمشوا غير شي شويه كتحطوه. ممكن ديروا كاوكاو كونكاسي، ممكن تعملوا الزنجلان العادي الزنجلان المعروف. مهم كتبقى على حسب المتوفر عندكم. النوغا كتجيب اي حاجه اي مكسرات عملتوها راه كتجيبيها زوينه. صافي مع التحراك كنحسوا بالنوغا ديالنا بدات كتعلك لينا، ما نفوتوش فيها الطياب كما قلت لكم باش ما تقصح ليناش، فقط غير تبدا كتعلك ونطفيو عليها. غادي ندوز هنا باش نبدا نعمر لي صابلي ديالي دوك الدوائر الوسطانيين. بالنسبه للعماره ما تكتروش باش ما تسيح لكمش في الفرن مع الطياب، راها غادي تسيح. عملوا فقط كميه قليله. هذا هو الشكل ديالو. طيبته على درجه حراره 150. هي الحراره القليله عندي في الفرن حتى كياخذ لينا هذا اللون مذهب، ما كياخذ ليناش واحد المده كبيره. كيوجد بصراحه دغيا دغيا كيطيب عفوا دغيا. كيجي الشكل ديالو رائع صراحه، كيجي مذاق ديالو هائل، كيجي مقرمش. كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه، وكنقول لكم بسلام عليكم.